انت فاكر عشان كبرت خلاص وسبت المدرسة مش هتتعرض لتنمر تاني؟ ده التنمر يا دوبك لسه بيبتدي. التنمر عند كبار مش بيبقى واضح زي زمان في المدرسة. مش واحدة هتشدك من شعرك، ولا واحد يزعق لك وياخد منك الساندوتشز بتاعتك، ولا واحد يقول لك مش هتلعب معانا كورة عشان انت رخم ويطلع لك لسانه هو واصحابه. الادلت بولينج او التنمر بين البالغين بيبقى شكله مختلف تماما. بيظهر في شكل كلمه فيها تقليل منك، تعليق ساخر بس متغلف بهزار. ده اول ليفل. الليفل الاعلى بقى لما شخص يقرر يخلي حياتك جحيم ويستخدم حيل نفسيه عشان يحقق ده. ممكن يكون بيعمل كده عن وعي او عن غير وعي، فيبتدي يأثر في الدايره بتاعتك ويزرع فيهم فكره انك مكروه. شويه شويه هتلاقي ناس علاقتك كانت كويسه بيهم جدا وفجاه تغيروا معاك، او يعملوا شلل ويوصلوا لك بكل الحيل انك غير مرغوب فيك، ويبتدوا يتنمروا عليك بطريقه غير مباشره. وده بيحصل في اي مكان، في الشغل عشان واحد يعلم عليك ويثبت انه احسن منك، او في العيله وخصوصا لو انت شاطر وفي حد معين في العيله مش عايز يتقارن بيك، او بين اصحابك لو حصل خلاف مع شخص معين يبتدي يوصل للناس فكره يا انا يا هو، وغالبا صوته بيكون عالي فالناس بتمشي ورا القطيع. وده بيسموه الكونفورميتي بايس، ان الناس تمشي ورا راي معين ممكن لان صاحب الراي ده يكون صوته عالي وعنده نفوذ، او ان مجموعه كبيره من الناس قررت ان فلان ده مش محبوب. هتلاقي بقى صعب عليك حتى لو انت شايف ان الشخص ده محبوب انك تحبه، لان الناس كلها حواليك رايها فيه انه مش محبوب. الخطر بقى بيحصل لما تبتدي تشك في نفسك وتقعد تقول ما يمكن ده مش تنمر، يمكن انا اللي حساس بزياده. الادلت بولينج اذكى بكتير من التنمر اللي كان بيحصل لنا ايام المدرسه، ولكن ما زال قائم على نفس المبدا، وهو انه شخص بيحاول يحس انه اعلى عن طريق انه يصغر غيره. الفرق ما بين التنمر اللي كان بيحصل لنا في المدرسه وما بين الادلت بولينج ان مفيش مدرسه هتقف في النص تفصل ما بيننا، بل بالعكس هتلاقي الناس اللي حواليك ممكن يشاركوا في التنمر. مش شرط ان هم يعملوا نفس اللي الشخص ده بيعمله، ولكن سكوتهم ده في حد ذاته تنمر. فانت لازم تعرف انك انت الوحيد اللي لازم توقف ده، مش بالعصبيه ولا انك تنزل نفسك لنفس المستوى، لكن بانك تفهم ان اللي بيحاول يقلل منك مش شايفك صغير، هو حاسس ان هو اللي صغير. الناس دي بدل ما تكرهها صلي لهم ان ربنا يديهم سلام ومحبه في قلبهم وتقبل لنفسهم وشخصيتهم، لان اللي جواهم ده وجع بس بيطلع على شكل ان هم بيوجعوا الناس حواليهم. زي المقوله اللي بتقول hurt people hurt people.